بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء التلاميذ، بنات التلميذات في الرابعة متوسط، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم دائما. إذن استكمالا للموارد المعرفية الخاصة بالنسب المثلثية لزاوية حادة في مثلث قائم نلتقي في هذه الحصة. إذن كما تلاحظون في العنوان: الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علمت إحدى نسبها المثلثية الثلاثة. إذن النسب المثلثية الثلاثة معروفة، هي نسبة الجيب ونسبة جيب التمام ونسبة الظل. وش معنى هذا العنوان؟ يعني لو علمت واحدة من النسب المثلثية، قيمة واحدة من النسب المثلثية لزاوية حادة، كيف ننشئها هندسيا دون أن نعلم قيسها؟ أي أن القيس يأتي في النهاية، يأتي بعد الإنشاء وليس قبله. إذن من المفروض ندير 3 عناوين: ألف وباء وجيم. ألف: الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم ظلها. باء مثلا: الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم جيبها. وجيم: الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم جيب تمامها. ولكن أعتقد أنني سوف أكتفي بألف وباء فقط. لماذا؟ لأن هناك تشابه كبير بين الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم جيبها والإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم جيب تمامها. إذن أبناء التلاميذ متابعينا الكرام، كما تلاحظون نبدأ بألف: الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم ظلها من خلال هذا المثال. إذن ماذا يقول المثال؟ لننشئ زاوية حادة ظلها يساوي 2.5. ثم تعرفوا الأولاد باللي الظل يقدر يهز، قلنا قيم تاعو من 0 إلى ما لا نهاية، يقدر يهز أي قيمة موجبة بطبيعة الحال، ما دامت الزاوية قلنا القيس تاعها محصور بين 0 درجة و90 درجة. إذن أعتقد أنه في هذه اللحظة أبنائي يجب أن توقفوا الفيديو وتعملوا على هذا المثال. إذن بالتوفيق. إذن أتمنى أبناء التلاميذ أنكم قد وفقتم في إنجاز هذا المثال، وعبارة عن نشاط بسيط. إذن المطلوب هو أن ننشئ زاوية حادة ظلها يساوي 2.5. صح، أنا أعطيكم سؤال أولاد: إذا أردنا أن ننشئ هذه الزاوية الحادة، أين ننشئها؟ في مربع مثلا، في مستطيل، في أسطوانة، أين ننشئها يعني؟ من الواضح أننا سوف ننشئ هذه الزاوية الحادة في مثلث قائم، أليس كذلك؟ إذن دعونا نرسم مثلثا قائما باليد الحرة. يعني هذا المثلث هذا باش يساعدنا فقط في الإنشاء، هذا ليس الإنشاء النهائي، وإنما هذا يعني نتخذه كوسيلة فقط، حتى فيما بعد سوف نحصل على الإنشاء الهندسي الدقيق للزاوية التي ظلها يساوي 2.5. صح، نعتبر بلي المثلث هذا ABC قائم في A. لدينا هذه الزاوية ACB، هي زاوية حادة. احنا رايحين بعد عدة مراحل راح نتمكنوا من إنشاء الزاوية ACB، ننشئها بدقة، يعني الظل تاعها طونجون تاعها راح يكون يساوي 2.5. وبذلك هنا نقدر نعتبر أن طونجونت ACB واش يساوي 2.5. بطبيعة الحال احنا خيرنا هذه ACB، تقدر تخير هذه ABC، تقدر تخير مثلث آخر سميه ما شئت، EFG KLM، المهم مثلث قائم، وتخير زاوية من زاويتين الحادتين. مثلا احنا في العمل هذا هاني اخترت معك ACB. صح، الآن احنا نعرفوا بلي الطونجونت هذه نسبة. واش معناته نسبة؟ يعني كسر، يعني حاصل قسمة. نقدروا نكتبوها على شكل كسر ولا ما نقدروش؟ نقدروا نكتبوها. ومنه طونجونت ACB نقدر نكتبها تساوي 5/2. واحد آخر يقول لك: أستاذ نكتبها هنايا 10/4. واش دير هذا؟ ضرب في 2 هنا، ضرب في 2، حصل على كسر هو 10/4 ويساوي الكسر السابق. المهم واحد آخر يقول لك نضرب في 3 نلقى 15/6 وهكذا. صح. إذن نقدر نلقاو عدد لا نهائي من الكسور المتساوية، وفي النهاية كلها راح تساوي 2.5، أليس كذلك؟ المهم انت يعني راح تضرب هذا 5/2، نعتبره كشغل نسبة أساسية. هاي خلينا نسميوه بيناتنا كسر أساسي، ومن بعد تبدأ تأتي الكسور الأخرى.
تقدر حتى ماشي شرط تضربها في عدد طبيعي، تقدر تضرب في عدد موجب مثلا بالفاصله، تقدر تضرب في 0.5 في 0.25 في كسر في ثلث مثلا في ربع في 1/7. مهم تضرب في عدد موجب غير معدوم. في النهايه هنا واش حنا قلنا طونجونت ا سي بي نقدر نقول يساوي 5 ان عفوا على 2 ان. ايوا هذا الكسر الاساسي. نضرب البسط في ان والمقام في ان، ولكن هنايا لازم نعرف ان هذا وشنو هو. ان عدد موجب غير معدوم. يعني ما قلت لك لا طبيعي لا والو، يعني خير واش حبيت صح. الان احنا نعرفوا نرجع للشكل الهندسي تاعي. الان نرجع للشكل الهندسي، نعرف بلي طونجونت ا سي بي حسب الشكل الهندسي حسب المثلث هذا واش يساوي الطول المقابل على طول المجاور. اذا يساوي ا بي على ا سي، وبالتالي نقدر نقول بلي ا بي على ا سي ايوا واش يساوي النسبه هذه واش تساوي 5 ان على 2 ان، أليس كذلك؟ نقدر الان ويمكن أن نعتبر أن نقدر نهزو ا بي يساوي 5 ان، ونقدر نهزو ا سي يساوي 2 ان. ايوا الان اعتبرنا بلي ا بي يساوي 5 ان و ا سي يساوي 2 ان. الان دوكا الان هذاك اللي قبيل سميناه عدد موجب غير معدوم هو عدد يعني يبقى ديما عدد، ولكن واش يمثل الان؟ ماذا اصبح يمثل؟ ما دام كتبنا ا بي بدلاله ان و ا سي بدلاله ان، فان الان اصبح الان هو عباره عن وحده طول. اذا ان هو وحده للطول. كي نقول هو وحده للطول يعني انت ان دوكا واش تحب؟ واحد يحب يهز يساوي 5 سنتيمتر، واحد يحب يهز يساوي 1 مليمتر، واحد يحب يهز يساوي 7 ديسيمتر، واحد يحب يهز يساوي 10 كيلومتر. المهم وحده الطول وخلاص. واحد اخر يحب يهز وحده بالمدور، ما يحبش يعرف، المهم وحده معينه للطول، وهكذا. الان الاولاد وين وصلنا على حساب رايكم نتوما؟ وصلنا للانشاء. صافي واش راح ننشأ؟ راح ننشئ مثلث قائم اسمه ا بي سي، قائم في ا، طول ضلعيه القائم ا بي يساوي 5 ان، وطول ضلعيه القائم ا سي يساوي 2 ان. هل نقدر ننشئ مثلث قائم علم طول ضلعيه القائمين ام لا؟ بطبيعه الحال هذا يكفي. مثلث قائم علم طول ضلعيه القائمين هذا كافي لانشاء المثلث بدقه. يعني نقدر ننشئ مثلث باستعمال هاتين المعلومتين صح. نحبوا نميلوا الشكل كيما نحبوا، معليش انا نخليه كيما راه هكذا صح. باش نبداو اذا من الواضح راح نبدا بالزاويه القائمه، متفاهمين؟ اذا نعتبر بلي هذه ا سي عندي نحب نديرها منا معليش نحافظ انا على الشكل هذا كيما راه. اذا ا سي واش يساوي 2 ان و ا بي يساوي 5 ان. انتوما انا ما عنديش مدور الاولاد، انتوما تقدروا تجيبوا بالمدور والدر تعتبروا الوحده ان تعتبرها كيما تحب. الوحده ان تتصرف فيها، واحد يعتبرها هذه ان، واحد يعتبرها هذه ان، واحد يعتبرها هذه ان، كل واحد يختار الوحده اللي تساعده، متفاهمين صح. انا برك بما انه ما عنديش المدور راح نخير الوحده تاعي ان هذه نعتبرها تساوي 5 سنتيمتر. ايوا بلا ما نكتبها 5 سنتيمتر نعتبرها هذه الوحده. انا ما عنديش مدور برك، عندي 1 نعم 2 3 نزيد نمدد شويه ايوا 4 5. اذا هذا ا بي يساوي 5 ان ايوا، و ا سي واش يساوي 2 ان ايوا 2 ان 1 2 أليس كذلك؟ هذا زايد، وبالتالي هذا الطولين هذو كفاوني باش نعين الرأسين بوسيل هذا المثلث. وأنا قصدي هو الزاوية ا سي بي، هذه الزاوية الحادة. كون نحبوا نتحققوا الآن يعني هكذا برك الطونجونت تاع ا سي بي واش يساوي؟ الطونجونت تاع ا سي بي نتحققوا هل حققنا الشرط نتاعنا ولا ما حققناش. واش يساوي الطول المقابل على طول المجاور يساوي 5 ان على 2 ان. طبعا نختزلوا ان مع ان، و5 على 2 راح تساوي 2.5. اذا انا نشأت حسب المعلومه اللي مدها لي المثال هذا،
وبالتالي أنشأت زاوية حادة ظلها يساوي 2.5. دوكا الولاد نجي للأمر المهم التحقيق. دوكا لازم نتحققوا من العمل تاعنا. الحساب راكم نتوما كيفاش تحققوا. دوكا انايا هذه الزاوية هذه نقدر نقيسها بالمنقالة ولا ما نقدرش؟ نقدر نقيسها ونعرف القيس تاعها بالتقريب بقداش. ها كي نقيسها وشني كيفاش تأكد كش ما كاينه حاجة أخرى تقابل القياس هذا. يعني لما نقيس بالمنقالة هل هذا كافي للتحقيق؟ بطبيعة الحال ما يكفيش. واش لازم نستعمل أيضا الحاسبة. واش ندير بالحاسبة؟ أنا عندي الطونجونت يساوي 2.5. هل نقدر نحسب القيس تاع الزاوية هذه باستعمال الحاسبة ولا ما نقدرش؟ بطبيعة الحال نقدر. أيوة، إذا عندنا طونجونت ACB يساوي 2.5، وبالتالي ACB واش تساوي؟ تساوي طونجونت ناقص 1 نتاع 2.5. يعني بالحاسبة العلمية، بحاسبة علمية مضبوطة على الدرجة وكذا، احنا شفنا على القناة هذه كيفاش ننتقل من النسبة المثلثية للقيس. عندنا شيفت لهنا، أيوة. بعد ذلك طونجونت، رجع طونجونت ناقص 1 2.5 تساوي 68.19. 68.19 ندوروها الوحدة، أو معليش نقولوا بلي ACB تساوي 68 درجة. متفاهمين؟ قلنا من جهة نستعمل الحاسبة ومن جهة نستعمل المنقلة. إذا التحقيق هنا عندنا بالحاسبة، أيوة، وهنا نكتبوا بالمنقلة. بطبيعة الحال راح نقيسوا هذه الزاوية، نشوف ترى وانتم تعرفوا بلي القياس وكذا. لاحظ هنا أبنائي التلاميذ بالفعل، شوف راني بالتقريب يعني 68 درجة تقدر تقول، هاي ما لحقش 70 درجة. يعني كون نحط المنقلة تاعي مليح وكون الخط هذا يكون رقيق يعني بشكل كافي، بالفعل هاي 68 درجة. إذن بالمنقلة ACB يساوي 68 درجة. وبالتالي هذا الشكل الهندسي الآن هذا استعنا به فقط هو باليد الحرة لكي ننشئ هندسيا الزاوية ACB التي ظلها يساوي 2.5. إذن أبناء التلاميذ ننتقل الآن إلى باء الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم جيبها. ننتقل الآن أبناء التلاميذ إلى باء الإنشاء الهندسي لزاوية حادة علم جيبها. لنرى هذا المثال البسيط لننشئ زاوية حادة جيبها يساوي 0.75. ثم تعرفوا الأولاد إذا كانت الزاوية حادة يعني قيسها محصور بين 0 درجة و 90 درجة، ظلها راح يكون من 0 إلى ما لا نهاية. تفاهمين؟ يعني يقدر يكون أي قيمة يحب موجبها، صح؟ بالنسبة لنسبة الجيب، إذا كانت الزاوية حادة يعني قيسها محصور بين 0 درجة و 90 درجة، جيبها لازم يكون محصور بين 0 و 1. وأنا عندي 0.75 هي اتخذت كنسبة جيب في هذا المثال، وهذا مقبول. يعني نقدر ننشئ هذه الزاوية وما كان حتى مشكل. إذن أبناء التلاميذ نفضل توقفوا الفيديو لأننا عاملنا على نسبة الظل قبل قليل، من المفروض يعني مع نسبة الجيب ما كانش مشكل. إذن الفرصة سانحة أمامكم لتعملوا على هذا المثال. أتمنى أنكم قد وفقتم. طبعا الأمر راح يتم في مثلث قائم، وبالتالي نعتبر بلي عندي مثلث قائم اسمه ABC قائم في A. ما نغيرش التسمية وما نغيرش الشكل، هذا شكل باليد الحرة، شكل مساعد فقط إلى حين أن نصل إلى الشكل المطلوب يعني المرغوب، صح؟ واللي يحب يتخيل في راسه هكذا ما كانش مشكل. أنا برك حبيت باش يكون الأمر واضح للجميع، صح؟ إذن نعتبر أن طونجونت نعتبر أن السينوس ACB يساوي 0.75، وبالتالي سينوس ACB صح. واحد يقدر يقول لك يساوي 75 على 100 صحيح،
ولكن هذا اللي 75 لم يكن نختزل على 25 نلقى 3 على 4. يعني 3 على 4 كشغل هي أبسط نسبة. ايوا ابسط نسبه ممكنه نقدروا نعتمدوا عليها. واحد اخر يحب يضرب في 2 البسط والمقام يلقى 6 على 4، واحد يضرب في 3 كما تحب. ايوا نقدروا نلقاو عده كسور متساويه، يعني عده نسب وكلها تساوي 0.75. اذا انا نعتبر باللي مثلا تساوي 3 نضرب في عدد مثلا نسميه ك يساوي 3 ك على 4 ك، يعني 3 في ك على 4 في ك. ولكن ك هذا واش نقول عليه؟ عدد موجب غير معدوم. ايوا نعتبروه باللي عدد موجب غير معدوم. وبالتالي مادام سينوس ا سي بي واش يساوي في الشكل هذا بطبيعه الحال؟ واش راح يساوي؟ يساوي الطول المقابل على طول الوتر، وبالتالي ا بي على بي سي راح يساوي 3 ك على 4 ك. نقدر هنايا يمكن أن نضع واش نضع ا بي يساوي 3 ك، ا بي يساوي 3 ك زيد وبي سي يساوي 4 ك. بطبيعة الحال الوتر أطول من الضلع القائم بطبيعة الحال، صح؟ الآن ك هذا قبل قليل هو عدد موجب غير معدوم. الآن مادام الطول ا بي والطول بي سي مكتوبين بدلالة ك، إذا ك نقدر نعتبر وحدة طول. إذا نعتبر ك وحدة طول مادام يعني ك عدد موجب غير معدوم. طبعا مادام اعتبرنا وحدة طول تقدر واحد ك دوكا تصرف فيه كما تحب. واحد يهزو وحدة بالمدور، واحد مثلا ك يعتبره مثلا يساوي مثلا طول هذا القلم، واحد يعتبره يساوي 1 سنتيمتر، 1 مليمتر، 1 كيلومتر، 1 سنة ضوئية، كما تحب دير انت ك هذا، صح؟ الآن عندي واش عندي دوكا؟ عندي مثلث قائم طول ضلعه ا بي يساوي 3 ك وطول وتره يساوي 4 ك. هل في المثلث القائم راني نقول هل يكفيك أن تعلم طول ضلع قائم وطول الوتر باش تنشئ المثلث القائم هذا؟ بطبيعة الحال هذا يكفي. كيفاش ننشئوه؟ في الحقيقة عندي زوج طرق للإنشاء، زوج طرق، طريقة 1 وطريقة 2. حنا دوك نمارسوا وحدة والأخرى نشرحها لكم برك. الطريقة الأولى واش راح ندير؟ من الواضح يعني الترتيب نتاع الإنشاء، يعني برنامج الإنشاء كما يقولوا. نبدأ بالزاوية قائمة، صح؟ الزاوية قائمة، ومن بعد ا بي. انت لما تنشئ زاوية قائمة هكذا من بعد تقدر تهز ا بي هذا يساوي 3 ك، وبالتالي خلاص لقيت البي. دوكا بقى لك المشكل في السي. اذا الزاوية قائمة ثم الضلع ضلع ا بي، ثم بعد ذلك وشنو هي؟ الوتر بي سي. بطبيعة الحال دوكا تجيب مدور وطول الوتر بي سي قداش تعتبره 4 ك، هذو 3 ونزيد لهم وحدة برك يعني 4 ك، ونحط في بي ويحدث التقاطع هنا مع الضلع هذا راح يحدث في سي. إذا هذا 4 ك، نعم، وبالتالي راح تلقى المثلث تاعك، وبالتالي تلقى الزاوية تحوس عليها. إذا عندي مثلث قائم علم طول ضلعه القائم وطول وتره، وبذلك هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية واش تقولوا الأولاد؟ واش نديروا؟ احنا في الطريقة الأولى بدينا بالزاوية القائمة ومن بعد الضلع القائم ومن بعد الوتر. الطريقة الثانية نقدروا نبداو بالوتر، صح؟ نقدروا نبداو بالوتر عادي. ايوا نعتبروه 4 ك نسميوه بي سي. هيا واش نديروا بعد؟ قريتوا في التروازيام اني واحد الخاصية عكسية. واش تقول الخاصية العكسية هذه؟ نقدروا نعتمدوا على هذه يسموها الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بمثلث قائم. يعني نقدر ننشئ مثلث قائم انطلاقا من وتره، صح؟ كيفاش؟ هذا الوتر هذا راح يكون قطر للدائرة المحيطة بهذا المثلث. يعني تجيب المدور دوكا، هذا هو المركز تاع الدائرة، نصف القطر تاعها يساوي 2 ك تاع الدائرة هذه، يعني ترسم الدائرة تاعك هذه، صح؟ المشكل وين؟ أين هي النقطة أ؟ واش ندير؟ أنا عندي أ بي يساوي 3 ك، يعني بي أ يساوي 3 ك، نحط المدور في بي، نقيس 3 ك، هاي 3 ك، ويحدث التقاطع مع الدائرة إما في الجهة هذه أو هذه، واحدة منهم، وبالتالي نحصل على الرأس أ. وطبعا شكون يضمن لي بالمثلث قائم؟ والخاصية العكسية اللي كنت نحكي عليها دوك هكذا. إذا كان مثلث محاطا بدائرة، يعني دائرة تشمل جميع رؤوسه،
وماذا؟ وقطر تلك الدائرة أحد أضلاع ذلك المثلث، فإن المثلث سوف يكون قائما ووتره ذلك القطر بطبيعة الحال. إذن هذه الطريقة الثانية. الترتيب كيفاش؟ قلنا وتر، ومن بعد واش هي دائرة، يعني قطرها هو الوتر نفسه، زيد، ومن بعد ذلك واش هي؟ بعد ذلك الضلع بي سي، أو عفوا الضلع بي أ، الضلع القائم بي أ، أيوة، وبذلك نحصل على المثلث القائم. إذا عندك طريقتان، أنا ما عنديش المدور، علاش نخدم بالطريقة الأولى؟ مادام ما عنديش المدور راح نخدم بالطريقة الأولى، وانتم تقدروا تمارسوا الطريقة الثانية التي شرحتها الآن. إذا معليش الأولاد، نحاول ننشئ مثلث قائم باستعمال الطريقة الأولى. إذا صح، نعتبر بلي هذه هي الزاوية القائمة، أيوة، طبعا قائم في أ. أنا عندي أ بي يساوي 3 ك، نعتبر بلي ك هنا يساوي 5 سنتيمتر دائما. انتم عندكم المدور وعندكم المسطرة، عندكم تعتبروها واش تحبوا، صح؟ إذا هنا عندي 3 ك، إذا بديت بالضلع القائم، ثم بعد ذلك الوتر 4 ك، أيوة، وراهي 4 ك تاعي أنا، هاي 4 ك. كنت عندي مدور أفضل يعني. هاك تشوف 4 ك، هذه هي 4 ك، صح؟ صافي، هنا ياك شغل عندي مدور هكذا قاعد ندور، هاي 4 ك تاعي، أيوة، وكأنه مدور راك تشوف فيه، يعني يحدث تقاطع في هذه النقطة بالتقريب فقط، عذرا. وبذلك الوتر تاعي بالفعل الطول تاعو يساوي 4 ك. إذا هذه 4 ك، وهذا هو مركز الدائرة كون حبيت تبدأ بالدائرة تاعك، صح؟ وبذلك أحصل على الرأس سي. إذا هذه الزاوية الحادة. نتحقق الآن هل السينوس تاع هذه الزاوية، هل السينوس تاع أ سي بي هل يساوي 0.75؟ إذا ماذا يساوي حسب الشكل الهندسي؟ طول المقابل على طول الوتر 3 ك على 4 ك بطبيعة الحال. اختزلوا ك مع ك مادام ك غير معدوم، إذا تساوي 3 على 4، 3 على 4 هي 0.75، وبالتالي أنشأنا الزاوية التي نريدها في هذا المثلث القائم. حققنا الشرط نتاعنا. بقى دوكا التحقيق كما قلنا وبين نتحقق بأمرين، بوسيلتين التحقيق، بحاسبة وبماذا؟ وبمنقلة. وبذلك المنقلة سوف تصدق الحاسبة، والحاسبة تصدق المنقلة. كيفاش بحاسبة؟ إذا عندي أنا السينوس، تقدروا تحبسوا الفيديو تخدموا. السينوس تاع أ سي بي يساوي 0.75، ومنه أ سي بي في حد ذاته يساوي سينوس ناقص 1 تاع 0.75 بالاستعانة بحاسبة علمية. اليوم أنا ما جبتش تاع الهاتف، جبت هذه الحاسبة لأن الهاتف عند ابنتي الصغيرة تشاهد به الرسوم المتحركة. نعم، حكم القوي على الضعيف. إذا صح، واش قلنا؟ شيفت ثم السينوس. أين هي السينوس؟ وبذلك نحصل على سينوس ناقص 1 ثم 0.75 بطبيعة الحال. أ سي بي يساوي 48.59، نقدر نعتبرها 49 درجة بالتدوير إلى الوحدة، يعني من الدرجة. وشوفوا الآن المنقلة. هل هذه الزاوية الحادة اللي نشأناها، هل القيس تاعها يعني على الأقل يكون قريب من، أيوة، راكم تشوفوا لهنا هذه هي 50، هاي 49، يعني بالفعل عملنا نقدر نعتبروه صحيح بمنقلة أ سي بي كذلك تساوي 49 درجة. إذا من المفروض هذا هو الإنشاء الهندسي السليم. هذه الخطوات، هذه المنهجية الأولاد، فاهمين؟ هذه المنهجية السليمة. وأنتم تعلمون أن قناتنا الرائعة الممتازة المبدعة ولي الحق في أن أشكرها، نعم، تحرص هذه القناة على الدقة العلمية وعلى أن تكتسبوا مواردكم المعرفية وتعلماتكم
في مادة الرياضيات، المادة الرائعة، المادة المعجزة في هذا الكون، نعم، تحرص على أن تكتسبها بسلامة وبصحة وكما يجب. نعم أبنائي التلاميذ، إذن بالتوفيق، وأتمنى أن تواصلوا مساندة هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.